وحقيقة هذه الانتخابات انتخابات مفصلية، انتخابات مفترق طرق، انتخابات تحدد مستقبل الشعب الكويتي، وهي انتخابات في ذات الوقت مختلفة عن الانتخابات التي سبقتها. ليش؟ هناك عدة أسباب، لكن من أحد أهم الأسباب أن منظومة الفساد نجحت وإن كان بشكل مؤقت وجزئي في تضليل الرأي العام لفترة معينة عن طريق شعارات وادعاءات خاطئة واتهامات باطلة لم تكشف إلا خلال الفترة السابقة في المجلسين السابقين، المبطل والمنحل. وأنا أعلنها اليوم على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد. ما جاء في خطاب صاحب السمو يمثلني، وأعتقد أنه يمثل الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي، وأؤيده بشدة كل كلمة وكل حرف فيه. ومن لا يمثله أو لا يؤيد هذا الخطاب بالتأكيد لن يكون مرزوق الغانم هو من يمثله في قاعة عبد الله السالم. وأؤكد على ثقتي المطلقة في قدرة الشعب الكويتي وفطنته بعد أن اكتشف الكثير من الأمور خلال تجربة المجلسين الذي انتهى أحدهما وهو مجلس 22 انتهى مو بالإبطال. قبل الإبطال قاطعت الحكومة الجلسات، وبالتالي حتى لو لم يبطل كان سيحل. والمجلس اللي بعده تم حله بعدما جاء من أسباب ذكرها حضرة صاحب السمو في خطابه.